السلام عليكم أصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير. اليوم هناخدكم في رحلة جميلة وسهرة رائعة في مساء مدينة دهب الجميلة وسط جبل الطويلات، الحفلات رائعة والجو خلاب. دلوقتي يا جماعة هوريكم النجوم في عز الليل. منظر خيالي وهمي. الناس كلها كده رايحة في الحفلة الجبلية. دي حفلة بدوية جميلة فيها فقرات وهنشوفها سوا. طبعا منظر الجبال بالليل رائع. هنا بقى هوريكم النجوم في عز الليل. النجوم في عز الليل. دي الحفلة البدوية. الخيمة اهي داخلينها سوا. طبعا بالليل منظر النجوم رائع. السما مش عارف بقى هبان ولا مش هبان، هتبقى ضلمه. الناس رايحه دلوقتي تسهر في فقرات متنوعه هنشوفها مع بعض. اوريها لكم. فعلا الليل في دهب جميل رائع، ترص النجوم في عز السماء كده جميلة بشكل جميل ورائع جدا. احنا دلوقتي دخلنا الخيمة البدوية، منظر جميل ومبهج زي ما احنا شايفين، النيران الجميلة كده وجذوع النخل والمتغطي بالقماش والسجاد الجميل ده. قعدت انا وصاحبي كده مستقنيصين ومبسوطين. وبدأت أولى الفقرات بالراقصة الجميلة حور، عملت شو جميل جدا على المسرح، وكانت فقرة رائعة جدا. اتفرجوا معانا. طبعا المكان أول ما تخش فيه استقبال كده بشاي الزردة الجميل، غير كمان متوفر كل المشروبات والعصاير الجميلة، بند الشيشة. كان كافيه رائع جدا والقعدة صهللة ما اقولكوش، كانت حكاية في وسط الجبل والسماء والنجوم. قعدة رائعة فعلا وسهر مميزة. وبعد كده بدأ الفن الشعبي الرائع التنورة، وجه الشخص الظريف ده بيرقص بالتنورة كده وتوازن جميل. وكانت برضو فقرة مميزة جدا، التنورة من أجمل الفقرات الرائعة اللي بتعمل فرحة كده جميلة، وكنا مبسوطين جدا واحنا بنتفرج عليها. وتيجي بعد كده ملكة الفقرات اللي هي اللعب بالنار والألعاب النارية الظريفة الجميلة. والفرقة الخطيرة دي بتلعب بالنار بطريقة باحترافية شديدة ويحطوه في بقهم، وألعاب جميلة جدا. شوفوا معانا الإثارة والمتعة دي. كانت من أكتر الألعاب إثارة ومتعة جميلة جدا، وانتقلت بقى النار للجبل كده بطريقة جميلة، وشغلوا لنا أغاني وخلونا نولع الموبايلات الكشافات كده، وكان الليل كده جميل جدا. والحفلة بقت رائعة جدا بالألعاب النارية الجميلة وهي في وسط الجبل. الناس كلها الشباب والكبار العائلات كانوا مبسوطين جدا بالجو، وكانوا كله مشارك وكله قايم كده بيرقص ويشارك وينور الموبايل، وبنتفرج على الألعاب النارية الجميلة بتاعة الجبل المتميزة المشهورة بيها دهب. بتخلي الجبل قطعة من النور، من النار والألعاب النارية الموجودة. أما دي فملكة الفقرات الرقاصة الشهيرة وعد، كانت جاية تحيي حفلات جميلة في دهب، وطبعا عملت شو ما اقولكوش رائع جدا. انا مش هتكلم كتير واسيبكم تكملوا الفقرة وتتفرجوا براحتكم. عاوز اقول لكم وعد مش بس جمهورها من الرجاله، لا ده كانوا الستات متفاعلين معاه اكتر كمان من الرجاله. وبعد الفقرة الجميلة دي رجع تاني الفقرات النارية الجميلة بتاعة الجبل، كان بيتوهج كده قدامنا من النار
ومنظر خلاب ورائع. الناس كانت فعلا منبهرة بيه. هو ده المشهور بيه دهب، ألعاب النار في وسط الجبل. وفي اخر السهره مع انتهاء الفقرات سمحوا للناس كلها بقى مع الدباديب الجميله ان هم يرقصوا، والشباب انبسطوا وطلعوا على المسرح. اللي عايز يرقص بقى مع الدباديب والشخصيات الجميله الشهيره دي بدأ يرقص كده وينبسط الشباب بقى، وحماستهم وروعتهم. فعلا كانت رحله جميله ورائعه، بدعوكم ليها تنبسطوا كتير جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا جزيلا ليكم وبنتمنى لكم مشاهده سعيده. سلام عليكم.